السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في قناة بنت أطباق شيماء. جبت لكم اليوم حلوة من حلويات رمضان الكريم لسهرة رمضانية اقتصادية بمكونات متواجدة في كل بيت، تجي هشة ومقرمشة ومعسلة والبنة ما نحكي لكمش. هذه الحلوة سهلة في التحضير. نحضروها بزوج كيسان فرينة. إذا عندك زوج كيسان فرينة تقدري تحضري هذه الحلوة بدون عجينة الفيلو. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم. بدون اطلاله نمر مباشره في طريقه التحضير وفرجه ممتعه ان شاء الله. نبدا مباشره. نقدم لكم المقادير. معايا هنا زوج كيسان من الفرينه. بسم الله. انا كنت هنا غربلت الفرينه تاعي مسبقا. حنضيف عليها ربع من كاس الزيت، نفس الكاس اللي قيسنا به. ومعايا هنا حبه من البيض، رشة صغيرة من الملح. حنحتاج ملعقة صغيرة من خميرة الكيميائية، خميرة الحلويات، ملعقة صغيرة. حنضيف ملعقة من الخل كمحسن. وحنحتاج الماء. نبداو نخلطوا المقادير تاعنا مع بعض. ندخلوا الزيت والبيضة في الفرينة. بسم الله. هنا نبداو نضيفوا الماء تدريجيا حتى تحصلوا على عجينة تكون طرية. هكذا حتى تحصلوا على هذا القوام. هنا حندلكها شوية فوق سطح العمل. بسم الله. نبداو نعجنوا العجينة تاعنا حتى تحصلوا على عجينة ملساء. حتى تحصلوا على هذه العجينة. شوف هنا حنبدا نقسم العجينة تاعي الى كريات صغار ونخليهم يرتاحوا لمدة نصف ساعة. هكذا انا حنديرهم صغار لان المول اللي ندير فيه صغير. بعد ما قسمت العجينه تاعي الى كريات صغار يكونوا نفس الحجم باش كي نحلوهم يجيونا كيف كيف. هنا حنخلي العجينه تاعي ترتاح. حنغطيوها بالبلاستيك غذائي هكذا باش ما تربيناش القشره. انا حنخليها نصف ساعه نخليها ترتاح ونكملوا معكم الخطوه المواليه. بعد ما خليت العجينه تاعي انا ارتاحت حنحيوها. بسم الله. هكذا. معايا هنا كميه من المايزينا اللي هي النشا. حنديروا كميه لا باس بها فوق سطح العمل هكذا. ونبداو نحلوا العجينه تاعنا وحده بالوحده. وحنحط هذه جانبا ونكمل نحل كامل الكريات تاعي بنفس الحجم بنفس الطريقه ونشوفوا الخطوه المواليه. بعد ما حليت العجينه تاعي كامل بنفس الطريقه هنا حنجيبوها هكذا نديروا كميه كما راكم تشوفوا من النشا كامل هكذا وحده فوق وحده. نكمل نفس الطريقه. بعد ما لوحت النشا بين كل طبقه هنا حنغطيها ببلاستيك غذائي ونخليها ترتاح لمدة 5 دقائق إلى 10 دقائق فقط. ونبداو نحلوها باش كي نخليوها ترتاح تجينا العملية سهلة ويتحلوا قد بعضهم كامل. بعد ما خليت العجينة تاعي ارتاحت 10 دقائق معايا هنا كمية من الفول السوداني الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي كما راكم تشوفوا. ومعايا هنا كمية من السمن والزبدة. أنا كنت خلطت بين السمن والزبدة نحتاجهم هذا فيما بعد. دروك نبداو نحلو العجينه تاعنا. نرشوا كميه لاباس بها بالنشا هكذا ونحلوها. بسم الله. شوفوا كي نخليو العجينه تاعنا ترتاح تجينا في عمليه الحل سهله تحل بكل سهوله.
بعد ما حليت العجينه تاعي، شوفوا كيفاه نحلوها. هنا نروحوا غير بالعقل، درك تنحلنا بكل سهوله. شوف نحلوها حتى تكون هكذا رقيقه بهذا الشكل. بعد ما حليت العجينه تاعي دائريه، قطعتها بشكل مستطيل، نحيت لها كامل الجوانب. نجيب كميه من السمن اللي كنا ذوبناه، ندهنو كامل العجينه تاعنا بهذا السمن، ونرشع ليه كميه من الكاوكاو. راكم تشوفوا الخطوه كيفاه نديروها. ما نكثروش السمن، غير شويه برك. درك نجيبو كاوكاو اللي يكون محمص ومرحي هكذا. ما نرحيوش خشين، لازم يكون شويه رقيق، لان اذا كان خشين حيتمزق لنا العجينه تاعنا بهذه الطريقه. هكذا. انا معايا هذه اللوحه، هذه الاداه انا حنستعمل هذه. نبدا نلف على الجانب هكذا بهذه الطريقه. لازم نديروا كميه مليحه من النشا بين كل طبقه باش كي نحلوهم يجيو لنا ساهلين كما راكم تشوفوا. هكذا نبداو نلفوا، نروحوا غير بالعقل هكذا وما نزيروش. اذا شفناها تلصقت نحيوها هكذا. شوفوا كيما هنا نساعدها شويه هكذا بهذه الطريقه. هكذا كما راكم تشوفوا. هنا باش نديرو، نروحوا نجبدوها شويه من الجوانب هكذا، ما نعبزوش بيدينا هكذا ونحيوها مباشره. انا هنا كنت دهنت المول تاعي بالزبده والسمن نحطو العجينه. شوف كيفاه نحطوها هكذا بهذه الطريقه. هكذا نعدلوها بهذه الطريقه. نكمل كامل العجينه تاعي بنفس الطريقه ونشوفوها معكم. بعد ما شكلت كامل العجينه تاعي بنفس الطريقه كما راكم تشوفوا، راح ندهنها من الفوق بالسمن والزبده بهذه الطريقه. وهنا كنت شعلت الفور تاعي على درجه تكون قليله، ما تكونش قويه بالبزاف هكذا، باش يطيبوا من الداخل، باش يجيونا مقرمشين فيما بعد. درك حندخلها للفرن على درجه تكون متوسطه حتى تطيب من التحت. نشعلوها من الفوق ونشوفوها كيف حنعسلوها معكم ان شاء الله. بعد ما طيبنا البقلاوه تاعنا بهذه الطريقه، شوفوا نخليوها تحمر جيدا. معايا هنا كميه من العسل، بسم الله. نبداو نشربوا البقلاوه تاعنا بهذه الطريقه. وهنا حنخليها تشرب لمده 4 سوايع، نقدمها لكم في الصحن التقديم ان شاء الله. شوفوا خليتها شربت كامل العسيله تاعها، شوفوا كيفاه تجي ما شاء الله ولا اروع. شحيتهم في الجنه. بسم الله نبداو نقسموها. اسمعوا القرمشه، الصوره راهي تعبر على روحها هكذا. هاي البقلاوه تاعنا، شوفوا كيفاه تجي ما شاء الله. شوفوا كيفاه تجي مرقه ما شاء الله، معسله من الداخل، والبنه ما نحكي لكمش. شوفوا كيفاه تجي. هي الوصفة تاع نهار اليوم كانت عبارة عن بقلاوة تركية بعجينة سهلة في متناول الجميع. إن شاء الله تنال إعجابكم. إذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم خليونا آراءكم وتعليقاتكم تحت الفيديو، واشتركوا في القناة فضلا وليس أمرا، وبارتاجيو هكذا باش تعم الفائدة للجميع إن شاء الله. وصحة رمضانكم وصحة فطوركم. انتظروني في وصفة أخرى من وصفات أم شيماء. إلى اللقاء.